سلام حبيباتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحه وعافيه. وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعي اليوم جيتكم بوصفه تاع عجينه تاع لي طارتولات ولا تاع لي كيش على طريقتي الخاصه. سهله بزاف بزاف، جبتها لكم اقتصاديه وتجيكم هشيشه. اعتمدوها وخدموها في رمضان ان شاء الله، وديروها تاني المشاريع تاعكم. وصفه رائعه رائعه رائعه، ما فيهاش مكونات بزاف، ما فيهاش البيض، ما فيهاش الحليب، جد اقتصاديه. غير تبعوا معايا الوصفه حتى للتالي. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا البنات في ريسيبيو عندي زوج مغارف كبار تاع مارغارين. هذوك المغارف كي تحكموهم عمروهم بومبي، مش تعمرهم غير شويه. نزيدوا معاهم نص كاس تاع ما. هاد الوصفه ما فيهاش الحليب، تبعوا معايا الوصفه. نص كاس تاع زيت، 4 مغرف صغيره تاع ملح، مغرف كبيره تاع سكر، ونديروا لها زوج مغارف حتى 3 مغارف تاع المايزينا. اللي بغات دير 2 مغارف دير. انا درت هنايا 3 مغارف تاع مايزينا، ما يكونوش بومبي بزاف. ايوا نجيبوا البغا ميكسور ونميكسوهم غايه. لما كاش عندكم بغا ميكسور خدموا بالباتور عادي، مي هذاك الباتور اذا عطلكم ويخسر لكم كل شيء كاع الكوزينه وكاع. المهم شوفوا هنايا نخلطوا حتى نحصلوا على هذا القوام. شغل نخدموا في المايونيز، تحصلنا على كريمه. شوفوا انا الشيات كي كون نخدم في هاد الصوالح كي نبغي نخدمهم دائما نحوس على وصفات اللي يكونوا ساهلين وما يكونوش مكلفين. كي نبغي ندير حاجه هي ما نلقاش البيض، ما نلقاش الياغورت ناتيو، ما نلقاش الحليب. بصح هاد الوصفه البنات ديروها وعينيكم مغمضين ناجحه. شوفوا هنا البنات، انا غربل في الفرينه. فرينه كاع ما تجي شابه، تجي فيها واحد الحاجه والله ما على بالي شايله تجي فيها. المهم هنايا نجيبوا الفرينه نغربلوها غايه، خاصه الفرينه اللي تكونوا شاكين فيها ما تكونش مليحه. درت لي هنايا هاد الكميه تاعكم 3 كيسان تاع فرينه مع مغرف نص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات. هذه هي. ونلموا العجينه تاعنا. العجينه تاعنا القوام تاعها يكون اطري. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش يكون داير. هنا نبقى نلم فيها كيما هكا، ودروك غادي نزيد الكاس الثالث. هنا البنات انا نحاول نعطيكم وصفات اللي ما تعجزوش باش ديروهم. يعني ما في الدار على بالي بلي عندكم المارغرين، عندكم فرينه، عندكم الزيت، بهذو الصوره تخدموا بهم ان شاء الله يا ربي. دروك تنوضي لك تشوفي فيها دروك نوضي ديريها حبيبتي ودسيها ان شاء الله رمضان هكا باش تخفي على روحك الخدمه. انا صراحه كونطخ الاخوات اللي كونجلو بزاف صوالح ويخدموا بزاف صوالح. نبغي نخدم كل حاجه في وقتها. بصح كي تخدمي كيما هكا كميه كل اسبوع باغ اكزومبل، تخدمي كيما هكا كميه من هادو لي كيش ولا لي فون دو طاق تخدميهم ودسيهم، ما عليش تستهلكيهم في مده اسبوع. مشي تخدمي حاجه تاع شهر وتخدمي بها، لا. شوفوا البنات هيا لا، بعد ما درنا الكاس الثالث هي العجينه تاعنا تحصلنا عليها تجي طريه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها ان شاء الله في وصفاتكم وما تبدلوهاش ان شاء الله. ولا تشوفي قلت دروك غير نوضي ديريها كاع ما تقلقيش روحك على بالي بلي التسواه اللي قلت لهم لك كاع عندك في الدار. المهم نجيبو كيما هكا. انا عندي هادو ليمول كيما راكم تشوفوا، هادو ليمول جايين شويه كبار شويه وهادوك الصغار. نتوما المول اللي كان عندكم اخدموا به. شوفوا انا عندي هادو الكبار شريتهم العام اللي فات ديجا راهم عندي ومستحفظه بيهم مش باين نخسرهم. وهادوك الصغار اللي نخدم بيهم الكاطو كاع غادي نخدموا بيهم. وانتوما كما قلت لكم اللي كان عندكم ديروا لكم، نقول لكم شحال خرجت لي من حبه. نبقى هكا. شوفوا الطريقه هنايا ديروا الحاجه اللي تساعدكم. كاين اللي تبغي تخدم كيما هكا وكاين اللي تبغي تحلهم بالحلال ايوا تعمرهم عادي. شوفي ديري الحاجه اللي تساعدك. انا تساعدني هذه نديرها. المهم العجينه تاعكم كي ديروها ما لازمش تكون خشينه بزاف وما تكونش تنرقيقه بزاف باش ما تجيكم موايا، تجي شابه الشكل تاعها يجي شباب. الحبه تجي مرفوده شويه، ما تجيكوش معجنه وتجيكم ثقيله، ما تجيكوش خفيفه بزاف تكسر لكم بالقف. كملاحظه البنات هذه العجينه تاعكم، هذه العجينه البات بغيزي ولا العجينه المكسره ما تجيكمش يدمه، ما تجيش فيها الزبده بزاف، ما تجيكمش ثقيله، تجيكم خفيفه تخدموا بها لي كيش. وفي ان شاء الله يا ربي في رمضان صدقوني والله لا تجيكم خفيفه بزاف بزاف. كي تاكلوها ما تحسوش هذيك لاباط اللي جايه ثقيله وكاع، لا. المهم الشيت انا نحوس نعطيكم وصفات شابين. انا اللي بدك نشارك معكم في هذه الوصفات، ما قصديش ديروا كما انا. على بالي بلي نتوما كل وحده وعندها اللمسه تاعها. انا نعطيك الفكره كما كاين نجيب لكم الوصفات تاع اطباق رمضان وكاع، نعطيكم الافكار. نتوما البنات ماشي شرط تتبعوا الوصفه تاعي انا حرفيا، تنجموا تبدلوا تطيبوا كيما نتوما موالفين طيبوا. نتيما فديري طاجين زيتو بهذيك الطريقه،
ديري طاجين زيتون كيما تعرفي نتيا. انا نعطيك افكار بصح نتيا ما راكيش اوبليجي طبقي الوصفه تاعي 100%. كاين بزاف تعليقات راهم يوصلوني محفزين، نشكرهم بزاف بزاف ونقول لهم ربي يحفظكم ان شاء الله راكم تفرحوني. مي كاين واحد الاخوات راهم يرسلوا لي واحد التعليقات نبقى مخلوعه، والله لا نبقى مخلوعه. هذا الميساج ليهم هما الاخوات هادو لما يقولوا لك تفرضي علينا في رايك، على نفرض عليكم في رايي. كاين بزاف قنوات يديروا الوصفات وكاع تشكروهم، انا مشتو الوصفات تاعي شابين وكاع وجايه متواضعه، ونحاول نعطيكم وصفات هكا ساهلين اقتصاديين تبقاو تطلقوا عليا في سمكم. انا في شهر رمضان راجع على الابواب، واحد يقول كلمه خير ولا يسكت، هذه ما نقول لكم خواتاتي. واحد علاه قاعد في راحه روحه حتى يجيب روحه ذنوب، يجيب روحه الهضره وكاع، لا ماشي كيما هكا. راكي تفرجي اختي، راكي تستفادي، او ما كيما تستفادي واحد من 100 مني، معليش. عجبك الفيديو تبعيه، ما عجبك الفيديو هيا خرجي نورمال، بصح ما تقوليليش انا التعليقات السلبيه اللي تضرني، تكذبوا فيا وتقولوا لي مشي كيما هاك، ما تفرضش عليا رايك. علاه؟ انا ماش نفرض عليكم في رايي حبيبتي، راني نعطيكم في الوصفات افكار هكا يعاونوكم، وصفات اقتصاديه، وصفات لي سهلين بزاف حتى انا ويريحوني نخدم بهم في داري. وشتو قدامي امامكم ندير لكم الوصفه ونحطها ونقول لكم شحال جاتني، وقدامكم نحط لكم البلا. هذه بين قوسين حبيباتي. شوفوا هنايا كي كملناهم، هذه هي الكميه تحصلنا عليها. نجيبوا فرشيطه ونلعبوا لهم ثقوب هكا، الفرن مسخن على 150 درجه، ما تشعلوش عليه بزاف باسكو ما غاديش نطيبوهم 100%، غادي نطيبوهم نصف الطياب باش خطره جايه كي نبغوا نعمروهم وكاع نزيدو نطيبوهم في الكوشه. ايوا ندخلوهم في الكوشه، نشعلوا لهم من تحت كي يحمروا لنا شويه، يصفاروا ماشي يحمروا، نعاودوا نشعلوهم من فوقه. الا شفتوهم البنات طلعوا لكم في الكوشه هكا ديروا بومبي، اي نتوما عاودوا فشوهم وصاي. المهم الشيرات، ها هي الكميه اللي تحصلنا عليها. انا تحصلت كيما هكا على شوفوا شحال، والله ما حسبتهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واحد 9 تاع اللي تحت هكا لي فوندو تحت كبار، وهذوك الصغار تحصلت على واحد 16 ولا 18 وحده. المهم نتوما على حساب لي مول اللي كانوا عندكم خدموا بهم. هذه الوصفه قلت لكم تجيكم سهله، تجيكم خفيفه وهشيشه. شوفوا تحسبوها كاطو شيات، والله لا كاطو ان شاء الله تعتمدوها. ما فيش مكونات كبيره، ما فيش حليب، ما فيش البيض اللي شدكم، يعني ما عندكمش كاع حاجه اللي تقولوا لا ما نديروش على جالها. غير شويه فرينه، شويه زيت، ايوا شويه زبده، وانتي فريتيها ان شاء الله، دسوهم في الكونجيلاتور. كي تحتاجوهم تجبدوهم. قلت لكم حبيباتي جي خدموا غير الحاجه تاع اسبوع، خدموا بها غير بشويه، ايوا واستهلكوها. هذا مكان ان شاء الله حبيباتي. الوصفه تاع اليوم عجبتكم ان شاء الله هتجربوها اليوم، ديروها كي يوصلكم لا فيديو تاعي. حاجه خفيفه وشابه اقتصاديه، انا دائما نبغي حبيباتي نعطيهم الحاجه السهله المهله اللي يديروها وما تعبهمش. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم. ونقول حبيباتي اللي مشتركين معايا نشكركم بزاف على تعليقاتكم الايجابيه، ونرحب بالمشتركات الجدد نقول لهم مرحبا بكم مع اختكم كوكويزين دي زاد. تهلاو في روحكم، سلام.